جاي يعزي الناس، استغل مصيبه الموت اللي عندهم وسرق لهم الغنم ديالهم كامله. الكوري شطبوا. السلام عليكم ورحمه الله والصلاه والسلام على رسول الله. اخواني الكرام، نتمنى تكونوا بصحه وعافيه دائما وابدا ان شاء الله. واحد القبيله اسره مات واحد من الدار ديالهم، الله يرحمه والله يرحم جميع اموات المسلمين يا رب العالمين. كيف ما كتعرفوا كيف ما جرات العاده والتقاليد وكيف ما خاصو يكون، واحد القبيله مات واحد منهم، راه كيتجمعوا الناس وكلشي كيتعاون وكلشي كيتجمع والخزائن الوثاقات كيتبناو وكيبدا مباشره يتجمع الغداء يعني الناس يوجدوا العشاء. وكجرات العاده اخواني الكرام، وهذا نوع من التضامن مزيان. فاللي طرا ان الناس عالم بهم غير الله، هذاك الجلل وعظمه الخطب ديال الموت، وداك الشيء سماه الله سبحانه وتعالى مصيبه الموت، الالم ديال الفراق والناس عالم بهم مع الله. فجمعوا الناس ديال القبيله وصل العشاء اخواني الكرام. جا هذا السيد اللي غيسرق لهم الغنم، حتى هو من افراد القبيله، عارف الناس، عارف ظروفهم، عارف الحاله الجغرافيه ديالهم، في كاين الدار، في كاين الكوري، في كاين الزريبه، عارف كل شيء اخواني الكرام. خلى العشاء بدا يتحط، يعني الناس كتكون ديك الساعه شوفوا الطباسه، شوفوا الطبالي كاملين، شوفوا فلان، شوفوا. خليتي الناس مبرمجه مع العشاء، دخلتي للزريبه خويتيها كامله ومشيتي. شد الطريق في الدانيه، ما شدش الطريق اللي كتمشي وتجي من الناس، شد الطريق في الدانيه، شق وسط الحقول والحصيد والارض وداك الشيء. فالناس واحد من افراد الاسره جا يتفقد الغنم، لقى ما كاين والو، ياك ما خرجت هنا، ما خرجت هنا. الناس قلبوا ما بقاش الغنم، مشات. فالناس ما بقاوش غير في مصيبه الموت، ولات في مصيبه السرقه ايضا. فانتشر الخبر، ضاع الخبر، انتقل الخبر اخواني الكرام. واحد السيد بالصدفه قال لي: ما ودي، راه اللحظه اللي كتقول مشات لكم الغنم، مورا غير بشويه تلاقيت مع فلان وتلاقيت بيه غادي بالغنم، ولكن نتوما عارف راه حريفي، راه انا قلت راه غادي بير شي سوق يبيع الغنم ديالو. قال لي: انا شفتو صاي غنم. مشاو اخواني الكرام قلبوا على فلان ما لقاوش، مشاو لاحد الاسواق اللي يقدر يمشي ليها، لقاو الغنم فعلا داها وتباعت، وعرفوا فين تباعت ولما تباعت وبشحال تباعت. فسبحان الله العظيم اخواني الكرام، كاين هذا النوع من السبل ديال السرقه. كاين اللي كيستغل انه حافظك، بعض المرات كتسرق غير من الجيران ديالك ولا من ولاد القبيله ديالك، حيت البراني ما غيعرفش المداخل ديالك والظروف ديالك. كاين اللي كيستغل الناس بعض المرات كيمشيو الموسم عندهم بحال هكا، يعني واحد المناسبه وظروف معينه، كاين اللي كيستغل الغيبه ديالهم، عارفهم في واحد الوقت غيمشيو ضياف كاملين في المثال. يعني كاين شي امور ديال السرقه بحال هذه اخواني الكرام. وحنا المنطقه ديال بن سليمان هنا في العهد ديال الاستعمار كان واحد حاكم ديال الامن ان صح التعبير. الناس ديال القبيله اش كان كيقول لهم؟ سيروا الموسم ولا سيروا المناسبات ولا هذه، انا حافظ الغيبه ديالكم، حتى شي واحد ما يسورت كوري ما يخاف على شي حاجه حاطه لها برا، انا حافظ الممتلكات ديالكم وحاضيها وراد ليها البال. فلا تفقدت هذه المساله اخواني الكرام، كيوليو الناس الا خواو الغيبه ديالهم كتولي يعني مهدده هذه المسائل هذه. وشوف هادو راه ماشي خوا، هادو راه عندهم ظرفيه خاصه وتمت السرقه ديالهم من بني جيرانهم او من بني قبيلتهم. ف الله يحفظنا اخواني الكرام ويحفظكم من كل من لا يخاف فينا ولا يرحمنا يا رب ولا يراعي ذمه القرابه والنسب ديال الدين والجوره وهذه المسائل كامله اخواني الكرام، وتحياتنا للجميع.